تدور تساؤلات لدى الجماهير المغربية بشأن إمكانية رحيل وليد الركراكي المدير الفني المحلي للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، بعدما ودع الفريق النسخة الحالية لنهائيات كأس أفريقيا 2024 المقامة حاليا في كوت ديفوار من دور ال16 إثر الهزيمة المفاجئة أمام جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل مساء الثلاثاء. وكان الشارع الرياضي المغربي يراهن كثيرا على هذا الجيل لفك العقدة التي لازمت منتخب المغرب طويلا في التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه والأول منذ 48 عاما، وتحديدا منذ نسخة 1976، غير أن وليد الركراكي فشل في قراءة المباراة بالشكل المثالي عكس هوغو بروس مدرب المنتخب الجنوب أفريقي. ما حقيقة رحيل وليد الركراكي عن المنتخب المغربي؟ وعلم موقع وين من مصدر مطلع تفاصيل مهمة بشأن إمكانية رحيل وليد الركراكي، حيث سيعقد مدرب أسود الأطلس اجتماعا مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع بداية الأسبوع القادم في العاصمة المغربية الرباط للحديث عن حصيلة هذه المشاركة المغربية في البطولة. اقرأ المزيد. تحليل: جنوب أفريقيا خططت لهدفها الأول لكن المغرب لم يكترث. وأوضح المصدر نفسه أن الركراكي قرر إخبار الاتحاد المغربي برغبته في الرحيل عن تدريب المنتخب الأول بعد الإقصاء من 8 نهائي كان، ومناقشة ذلك مع فوزي لقجع قبل حسم الأمر بشكل رسمي، مؤكدا أن الركراكي حسم قراره وينتظر موافقة اتحاد الكرة فقط. وأشار المصدر ذاته إلى أن الركراكي لم يخبر لاعبيه بذلك عقب الإقصاء أمام جنوب أفريقيا، بل حاول رفع الضغط عنهم فقط لنسيان مرارة هذه الهزيمة، في حين أخبر مقربين منه بذلك في انتظار حسم القرار بشكل نهائي، بحكم أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لا ينوي فك الارتباط بالمدرب الذي حقق نتائج إيجابية جدا منذ توليه مهمة قيادة أسود الأطلس. وكان مدرب المغرب قد صرح قبل فترة طويلة أنه سيرحل عن المنتخب المغربي في حال لم يصل به إلى نصف نهائي كأس أفريقيا بكوت ديفوار، وتم سؤاله عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الهزيمة أمام جنوب أفريقيا، فأجاب بأنه رجل يطبق ما يقوله، وسيجتمع باتحاد الكرة لاتخاذ القرار المناسب لمستقبل المنتخب المغربي، ما يزيد التكهنات لدى الجمهور بشأن إمكانية رحيل وليد الركراكي من منصبه. وبعد هزيمة المنتخب المغربي أمام جنوب أفريقيا تبخرت معها أحلام العرب في التتويج بلقب هذه النسخة من كأس أفريقيا بعد خروج جميع المنتخبات العربية التي شاركت في هذه الدورة، وهي مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا والمغرب.